السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الناس الطيبة وكل الناس اللي قلوبها صافية وجميلة زيكم إن شاء الله حبايب قلبي. النهاردة إن شاء الله هنعمل معانا إيه؟ هنعمل معانا أكلة القرنبيط. أنا رحت السوق جبت القرنبيطاية الجميلة دي وهعملها بإذن الله قدامكم، وتعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعتها إيه، الطريقة العادية خالص اللي إحنا بنحبها أنا وولادي. أنا عندي القرنبيطاية أهي متوسطة الحجم، بسم الله الرحمن الرحيم. هقطعها كده معاكم، ده الظهر بتاعها دوت حسب بقى اللي انت عايزاها حتت صغنطوطه، عايزاها حتت كبيره، اللي انت تحبيه انت وولادك. كده حبايبي قطعناها كلها اهي زهره، بصوا حسب السمك اللي انت عايزاه. وهنا باذن الله يلا معانا كده نشوف عاملين ايه على البوتاجاز. هنا حبايبي عندنا حله حطينا فيها ميه، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط هنا شويه كمون عشان الانتفاخات، عشان لو في اطفال ولا حاجه ما يتضايقوش. وهنا عندي شويه ملح معلقه كده. وهنحط حبايبي معانا القرنبيط بتاعنا باذن الله يتسلق. كده حبايبي بقى هنغطيه ويلا بينا نشوف الخليط بتاعنا هيعمل فيه ايه. بصوا حبايبي تعالوا بقى نشوف القرنبيط معانا استوى ازاي. بصوا لونه جميل ايه. انا حطيت نص معلقه كركم على فكره نسيت اقول لكم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هعرف بقى انه استوى ازاي. هنا حبايبي اهو استوى اهي. بصوا تعالوا عند العرق ده كده وحطوا الشوكه كده هتلاقوا استوى بقى زي العسل. يلا بقى نشيله حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي بقى احنا سلقنا القرنبيط وطلعناه قدامكم زي ما انتم شفتوا. هنيجي دلوقتي نعمل الخليط بتاعنا اللي هنحط فيه القرنبيط ونقليه باذن الله، وده اللي انا بعمله على طول، يعني دي طريقتي انا. معانا هنا 3 بيضات، معانا هنا شويه خضره اللي هي الشبت والكزبره الخضراء، عملتها رفنعه جامد كده زي ما انتم شايفين. معايا هنا دقيق، معايا نشا، معايا كوبايه لبن، معلقه بيكنج باودر، معلقه كركم، بيدي هو مفيد جدا ومغذي وبيدي لون كده حلو للقرنبيط. وانا حطيت منه معلقه صغنونه في ميه السلق. ومعايا هنا توم ومعايا ملح وكزبره ناشفه وكمون. ويلا بينا بقى نشتغل كده ونشوف هنعمل ايه باذن الله. نجيب البوله بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. واحط فيها ال3 بيضات. البيض هحط عليه شويه فلفل اسمر عشان الزفاره. احط الكركم، الكزبره الناشفه، كمون، وهحط البيكنج باودر، وهحط الثوم والملح بتاعي. نقلب بسم الله. واحط كوبايه اللبن. احط معايا بقى الخضره بتاعتي. هنا حبايبي بقى هنزل بالدقيق بسم الله الرحمن الرحيم، حبه حبه كده بسم الله الرحمن الرحيم. وشويه النشا برضو حبه حبه بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه بقى ايه العجينه دي تبقى مثلا عامله زي عجينه الكريب شويه كده سايله. انت مثلا حطيتي الدقيق كله ولقيتيها كده إيه تقلت معاكي قوي، ممكن تزوديها حبه لبن في شويه لبن او تزوديها ميه، مفيش اي مشكله. خلاص يا حبايبي المكون معايا جاهز، الخليط بتاعي. يلا بينا على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. جينا حبايبي على البوتاجاز اهو، حطينا الطاسه فيها الزيت بتاعنا بيسخن اهو، ومعايا الخليط بتاعي زي ما انتم شايفينه، ومعايا القرنبيط بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى انا دي طريقتي، بحطه كده في الخليط بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده باذن الله. دي طريقه بقى مامتي، طريقه جدتي. في ناس بتغلفه بقى بالدقيق بعد كده، بس انا ما بحبش كتر الدقيق في الحاجه،
اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه الزيت بتاعي زيت قدح شويه. خلاص كده الطاسه بتاعتي الاولانيه اتحمرت. بسم الله ما شاء الله. كده حبايبي خلصنا معانا القرنبيط بتاعنا الجميل المقرمش زي العسل ولونه حلو. ودي الخلطه بتاعت ست الدار. باذن الله لو عجبتكم فضلا وليس امرا تعملوا لي لايك للي ما عملش واشتراك للي ما اشتركش في قناه ست الدار، وتعليق كده جميل من عندكم يساعدني على الاستمرار باذن الله ويشجعني عليه. واشوف وشكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.